صلوا على الحبيب بكل حب، فداك الروح يا روحي وقلبي. بسم الله، صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كاع بخير، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. ونرحب بكل مره يتابع القناه ونقول لكم مرحبا بكم في قناتكم. اليوم غادي نوريكم او غادي نعطيكم مشروع مصغر بدون ماكينه خياطه وسهل وما فيش راس مال كبير. هنا غادي تحتاجي كما تشوفي لهنا حاشيه للعرض تاعها 0.5 اي نصف سنتيم. تسحقي لي بول، هادو لي بول ينتباعوا عند بائع لوازم الخياطه، كل لون تشريه ب5000 ويعطيك كميه معتبره. انني خادمه به. هنا راني شاري الالوان تقريبا مختلفه. نسحقوا ولاعه، نسحقوا مقص طبعا، ونسحقوا الاستيكات هادو او ربطات الشعر هادو يتباعوا عند. نبداو على بركه الله. بالنسبه لهادو الربطات غادي تلقايهم عند بائع لوازم الاكسسوارات او ليبيعوا اكسسوارات الشعر. غادي تبيع عده انواع، انت اختاري الموديل اللي يناسبك في السعر وفي النظره تاعو. كذلك قلت لك الحاشيه كذلك، انا عندي هذه الحاشيه كانت تخبلت لي هي نفسها، كانت بهذه الطريقه وتخبلت. غادي نحاول نستغلها. هنا دي طرف تاع الحاشيه تاعي دخلت فيه الابره، وهنا نجيبو لي بول اللي يكونوا على حساب الحاشيه تاعك او شريط الساطات تاعك. انا عندي القرونه لهنا، لكن فضلت نديرو او ندير الابيض، اللون الابيض يبان باهي واحسن في اللون هذا الاحمر القاتم. هنا اش غادي ديري كما قلت لك، تعمر الابره تاعك في الحاشيه. هنا الطرف الاول هذا غادي ديري الطرف الثاني بدون نهايه، ما غاديش نقطعو كما كتشوفي هنايا. دروك الاولى نبداو نركبوا لي بول تاعنا بهذا الشكل. العدد يكون عشوائي، المهم يكون زوجي. هنا غادي نحاول نعمر لي بول تاوعي في الحاشيه. هذا الموديل شباب وفي نفس الوقت سهل، وكذلك السلعه تاعو ما تكلفش. في الاخير غادي نقول لك السلعه شحال تلقى لك، وكذلك ثمن البيع. هادو الربطات الشعر. هنا قلت لك حاولي يكون العدد زوجي بهذه الطريقه. هنا كملنا بالابره تاعنا، ننزعوها. نجو دروك نقيسو مسافه 30 سنتيمتر. 30 سنتيمتر. نعين النقطة تاعي هنا بهذه الطريقة. نجيبو زوج تاع لي بول ونقص. دائما نحرقوا الاطراف تاع الحاشيه كما راك تشوفي هنا 30 سنتيمتر. راني دايره فيها زوج تاع لي بول. غادي نكمل بنفس الطريقه. عند 30 سنتيمتر ندير زوج تاع لي بول او زوج حبات كما راك تشوفي ونقصو. تبداي تكملي بنفس الطريقه. عليك
طريقتها سهله وما تديلكش كاع الوقت، على حسب الكميه اللي غادي تخدميها. هنا من بعد ما تكملي العدد اللي عندك كما راك تشوفي هنا، تجي الاطراف تاع الحاشيه وديري عقده وتحاولي تزيري. هنا غتكملي بنفس الطريقه على كامل الحاشيه اللي عندك. هنا ماذا بيك تعقدي جوج تاع العقدات، لربما تكون الحبه العين تاعها او الثقب تاعها يكون كبير، وغادي ديرهم بهذه الطريقه في الطرفين. هنا بالنسبه للعدد غادي يكون حسب الرغبه، وكل ما كان العدد كبير كانت النظره شابه وكذلك لاستيك تاعك يجي شباب. هنا غادي نتبعو قلت لك نفس اللون تاع الحاشيه. عندي هذا لاستيك وهنايا درت 7 تاع الخيوط. هنا شنجو نديرو، نحاول نديرهم على نفس الاتجاه تاع الجهه تاع الساتان. كما تعرفوا الحاشيه تاعنا عندها وجه، هذا الخلفي وهذا اللي يبري يجي الوجه تاعها. هنا تحاولي تدي المنتصف تاعها بهذه الطريقه. هنا نجيبوا جزء من الحاشيه نفس الحاشيه. هنا قلت لك الحاشيه غادي تجيبي تقريبا واحد 15 سنتيمتر، ونسحقوا السيليكون تاعنا او البيستولي. نديروا الجزء هذا، نجيبوا طرف تاع الحاشيه ونبداو نلفوا لفتين او 3. نديروا نقطه من السيليكون كذلك هنا، ونجيبوا لاستيك ونثبتوه ونزيدوا نلفوا الحاشيه تاعنا على هذاك لاستيك بهذا الشكل. هنا ما استعملتش 15 سنتيمتر، لهذا ديري غير 10 سنتيمتر تكفيك. الرابطه تاعنا تاع الشعر راه مواجدين كما كتشوفي. انا خدمت بعده الوان بنفس الطريقه اللي وريتها لك. هنا ثمن البيع غادي يكون 5000 للربطه الواحده. هنا الحاشيه تشري اللون المطلوب او تشري اللون الابيض، وتستعملي الوان تاع ليبول الوان مختلفه باش تلقى معليك رخيصه. وطبعا تشري هادو اللاستيكات اللي يتباعوا كيما هاك بالوان، يجوا كل زوج متشابهين. في الاخير ما عليا نقول لكم غير تبقاو على خير، ونتلاقاو في فيديوهات اخرى باذن الله. وما تنساوش تتركوا لي تعليق بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رسول الله
كثيرا تحملت الأذى في كل يوم ورغم أذاك بلغت الرسالة تحملت الهموم بكل صبر ورغم الهم أديت الأمانة تحملت الهموم بكل صبر ورغم الهم أديت الأمانة